شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك. شباب ابتعدوا عن العمل المسلح وثوروا ضد هذه الأنظمة، لأن هذه أنظمة الآن تضيع الأوطان. الجغرافيا مهددة الآن، الجغرافيا مهددة، أوطاننا تضيع. الجزائر لها مشروع سيقسم، ستتم تقسيم الجزائر قبل أسبوع طلع علينا واحد متعصب من منطقة القبائل وطلع بمطالب رسمية دولية لفصل منطقة القبائل. هناك صحراويين في الجزائر يريدون فصل الصحراء وأمريكا وراء ذلك.